السلام عليكم حبايب قلبي، يلا ندخل مع بعض المطبخ نجهز احلى صينيه بطاطس بالفراخ. تحفه يا حبايب قلبي. دي اصليه كده ان شاء الله على اصولها بامر الله. يلا ندخل مع بعض المطبخ ونشوف مكوناتها ايه وطلعت بالتحفه واللوحه الفنيه دي مع بعض ازاي. يلا بينا نجهزها مع بعض. هنبدأ وصفتنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل ان شاء الله معانا صينية فراخ بالبطاطس على اصولها كده. ان شاء الله معايا الفراخ طبعا. اول حاجة متنضفة كويس جدا جدا، وشايلين الجزء اللي هنا ده كده. ومنضفينها يعني غاسلينها بكل الحاجات اللي هي تخلي طبعا ريحتها وطعمها بدون زفارة وبدون اي حاجة خالص. مش مرغوب فيها. معايا هنا بقى جبت البصل، بصلتين متوسطين كده مع جزرايه كبيره. ومع فلفل احمر واخضر، وضربته كويس جدا في الكبه بالشكل ده اختصارا للوقت يا حبايبي. ومعايا هنا التوابل او البهارات بتاعتي. معايا ملح، معايا بهارات فراخ، معايا زنجبيل، قرفه، 7 بهارات، كزبره مطحونه او يابسه، والملح. هضيفهم كلهم كده على الخضار اللي انا ضربته في الكبه بالشكل ده، وهقلبه كويس جدا مع بعض. معايا هنا حبايبي عسل، اللي هو الابيض، العسل النحل. هحط كده معلقه ومعلقتين من معلقه الشاي. ما تقلقوش منه ابدا. بيديها طعم جميل جدا جدا، وبيخلي اللحمه بتاعه الفراخ كده جوسي وطعمها حلو، والوش بياخد تحت الشوايه كده لون جميل جدا جدا. هضيف هنا حوالي معلقتين او 3 زيت بالشكل ده، واحط معلقه كبيره خل. احط عصير ليمون، شايلين منها البذره حبايبي، ولو لقينا بذريه ولا حاجه كده بعد ما نعصر هنشيلها عادي، مفيش اي مشاكل. هنقلب بقى الخلطة الجميلة اللي ريحتها عسل ديت كده مع بعض. وهندوقها برضو، ندوقها دلوقتي كده، احنا نقدر ندوقها. ما حطيناش على الفراخ لسه. لو لقيناها عشان نشوف الملح بتاعها هنظبطه. لو محتاجة ملح هنزود لها ملح. لقيتها محتاجة ملح فزودت لها شوية بالشكل ده، وأقلبها بقى كده. رهيبة يا حبايبي. أبدأ بقى كده أتبل الفراخ، أرفع الجلد كده واحط تحته من الخلطة الجميلة ديت ان شاء الله، عشان اللي عندي اللحم بتاع الفراخ كله ياخد طعم كده جميل جدا من الخلطة دي. هعمل كل الكمية معايا بالشكل ده. تبلت الفراخ بالشكل الجميل ده يا حبايبي، اركنها بقى كده تتبل مع بعضها كده، واركنها على جنب لحد ما اجهز البطاطس معايا. ودي بقية الخلطة اللي باقية. هضيف عليها معلقتين كده صلصة عندي كانوا باقيين من وجبة تانية. هضيفهم كده على الخلطة للبطاطس بالشكل ده. واحنا ما بنحبش الصلصه كتير حبيب قلبي في الاكل. اللي بيحب يكتر بقى صلصه براحته خالص، اللي عاوز يبشر طماطم كده نيه كده يضيفها برضو يبشرها براحته. كده هنضيف كميه البطاطس هنا بالشكل ده كده. وكميه البطاطس ديت اللي تناسبكم على حسب ايه العدد افراد اللي هتاكل واحتياج الاسره يعني بالشكل ده. هضيف عليها بقى الخلطه بتاعتي دي، خلطه رهيبه يا حبايبي جميله وريحتها حلوه جدا جدا. هنقلبها كده على كل البطاطس معانا. هنقلبها بقى كويس جدا جدا في الخلطه هنا. بعد ما تبلت البطاطس بالشكل ده كده ورصيتها في الصينيه، هنضيف بقى، هنحط كده معانا الفراخ بسم الله. واللي عاوز يقطع الوراك ديت نصين براحته خالص. بقيت برضو التتبيله الخلطه اللي كانت على الفراخ كده هنضيفها على الصينيه معانا بالشكل ده. معايا في نفس الطبق اللي كنت حاطه في التتبيله كده حطيت مج ميه. ابدا كده احطه على الصينيه كده من الجوانب كده عشان ما انزلش الخلطه من على الفراخ معايا بالشكل ده. واكون يا حبايب قلبي مولعه الفرن على اعلى درجه حراره. احطها على اخر على الرف على تحت خالص على الصاجه اللي تحت. واشغل المروحه واغطي عليها. ولما اختبرها كده والاقي الفراخ استوت والبطاطس استوت، ولو لسه ما اخدتش لون اشغل لها الشوايه. الفرن بتاعي بيحمر اسيبها كده تماما، مفيش مشاكل. لقيتها لسه كده هديها لون من على الوش كده ونشوفها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، تحفه يا حبايب قلبي، ومستويه ودايبه دوب. بسم الله ما شاء الله، خطيره.
شايفين يا حبايب قلبي؟ بس طبعًا مولّعة نار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن شاء الله تعملوها كده وتجربوها وتقولوا لي رأيكم كده في الكومنتات، وما تنسوش الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لإخواتنا بالنصر والتمكين. واللي أول مرة يشوفني إن شاء الله يشترك كده في القناة ويضغط على الكل عشان ييجي له كل جديد وكل وصفات اللي أنزّلها جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.